الأهلي كيان ومكان. نشأ النادي الأهلي في 24 أبريل 1907، وهو واحد من أقدم الأندية الرياضية في مصر والعالم العربي. جاءت فكرة تأسيس النادي من مجموعة من الشباب المصريين الطموحين الذين كانوا يرغبون في إنشاء مؤسسة رياضية تعزز القيم الرياضية وتروج لها في مصر. كانت الرؤية وراء تأسيس النادي تتمثل في خلق مكان يجمع الشباب حول الأنشطة الرياضية ويشجعهم على ممارسة الرياضة بشكل منظم. بدأت القصة عندما اجتمع هؤلاء الشباب في منزل مصطفى كامل، وهو شخصية بارزة في الحركة الوطنية المصرية. في هذا الاجتماع ناقشوا فكرة تأسيس نادي رياضي، وقرروا أن يكون لهم دور كبير في تطوير الرياضة في مصر. وقد اختاروا اسم الأهلي للنادي ليعكس الروح الوطنية والتضامن بين أبناء الوطن، ويعبر عن طموحاتهم في تعزيز الانتماء الوطني من خلال الرياضة. في البداية كان النادي الأهلي يضم مقرا متواضعا في شارع محمد علي بالقاهرة. هذا المقر البسيط لم يمنع النادي من أن يكون له تأثير كبير، فقد بدأ النادي في جذب الانتباه بفضل نشاطه وتفاني أعضائه. ومع مرور الوقت انتقل النادي إلى موقعه الحالي في جزيرة الزمالك، الذي أصبح رمزا لرياضة النادي وموطنا للعديد من إنجازاته. على الرغم من أن النادي الأهلي بدأ كمنظمة تركز على كرة القدم، إلا أن نشاطاته شملت أيضا عدة ألعاب رياضية مثل السباحة وألعاب القوى. هذا التنوع في الأنشطة ساهم في جذب المزيد من الشباب إلى النادي، مما ساعد على بناء قاعدة جماهيرية واسعة. مع مرور السنوات بدأ النادي الأهلي في تحقيق النجاح والنمو. قام النادي بإنشاء أكاديمية رياضية تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الشابة. هذه الأكاديمية لم تقتصر فقط على تدريب اللاعبين، بل كانت أيضا مركزا لتطوير المهارات الرياضية والإدارية. بفضل هذه الجهود تمكن النادي من تحقيق العديد من البطولات المحلية والدولية، مما ساهم في تعزيز سمعة النادي وجعله واحدا من أبرز الأندية في تاريخ الرياضة. النادي الأهلي حقق العديد من الإنجازات الكبرى، بما في ذلك الفوز بدوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر. كانت هذه البطولات بمثابة شهادة على النجاح الذي حققه النادي في تحقيق التميز الرياضي. في الحقيقة يعتبر النادي الأهلي من أكثر الأندية نجاحا في تاريخ كرة القدم الأفريقية، وهو ما يعكس تفانيه في تحقيق الأداء العالي والابتكار في الرياضة. لكن دور النادي الأهلي لم يقتصر على الرياضة فقط، بل امتد ليشمل التأثير الاجتماعي والثقافي. أصبح النادي مركزا اجتماعيا وثقافيا مهما من خلال مبادراته المجتمعية وبرامجه الاجتماعية. فقد شارك النادي في العديد من الأنشطة التي دعمت الفئات الاجتماعية المختلفة، وساهم في تحسين حياة الكثيرين في المجتمع المصري. كانت هذه المبادرات تتنوع من تقديم الدعم للفقراء إلى تنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية التي تجمع الناس وتساهم في تعزيز القيم الإيجابية. النادي الأهلي أصبح أيضا رمزا للرياضة في مصر والعالم العربي. من خلال مبادراته الثقافية والرياضية ساهم النادي في تعزيز القيم الرياضية والروح الوطنية. لم يكن النادي مجرد مؤسسة رياضية، بل كان وما زال جزءا لا يتجزأ من تاريخ الرياضة المصرية، ويستمر في لعب دور كبير في تعزيز الانتماء الوطني والإيجابية في المجتمع. في الختام، نشأة النادي الأهلي كانت رحلة ملهمة تجسد روح الإبداع والتفاني. من بداياته المتواضعة إلى تحقيقه للعديد من الإنجازات الكبرى، يظل النادي الأهلي رمزا للتفوق الرياضي والالتزام بالمجتمع. شكرا لمتابعتكم، ونتطلع إلى تقديم المزيد من المحتوى المميز في الفيديوهات المقدمة، ونأمل أن تشترك في القناة